طيب دلوقتي في مشكلة. انا في سلسلة معينة كانت عجباني على شيء ماشي، او مش على شيء، يعني بنت منزلاها عندها وبتجيب الحاجات بتاعتها من شيء وكده وتبيعها للناس. فالسلسلة عجبتني وهشتريها من فلوسي، من فلوسي انا. ورثك ان شاء الله. فماما مش راضيه ان انا اشتريها. ليه؟ انا لحد دلوقتي الصراحه مش فاهمه الاسباب ومش مقتنعه بيها، ده مبدئيا. انت قلتي مش فاهمه الاسباب ولا مش مقتنعه؟ لا الاتنين. طب بصوا، انا هشهدكم لله، وانا عايزه اللي تجاوب لله حتى لو في سنها، عشان انتوا تقعدوا تطبلوا لها. اتفقنا؟ بصوا بقى، وحدوا الله وادعوا لنا في الكومنتات واعملوا لنا متابعات في الاحمر والازرق عشان ايامكم هتبقى سواد. انا ماسكه نفسي عليكم بالعافيه لحد دلوقتي. بصوا، بشكل مبدئي مش كل شهر لازم تبقي واخده منه مبلغ ومبلغ كبير تجيبي بيه اكسسوارات. كل شهر ايه؟ ايوه والله العظيم، انت مش ملاحظه نفسك؟ انت كل شويه ماما في محل في حاجات تحفه انا ما شفتهاش في محل تاني، ده غير اكمل كلامي سمحتي، ده غير اسعاره اللي مش موجوده في اي حته. اقول لها ما شاء الله فين؟ تقولي في حلوين هنا. اقول لها طب خلاص لما اجي انزل. لا ده احنا لازم نروح له المره. اكمل يا صاحبي؟ اسكت؟ لا كملي. عمال توش عليا. المهم كنا قاعدين في الكافيه فوق، والمكان ده تحت، وبتنزلوا تحت السلم كمان، بننزل سلالم دورين تحت، وهي عارفه ان انا مركبه شرايح ومسامير وما اقدرش على النزله دي، بس نزلت لاجل عيونها. لاجل ايه؟ عيونها. نزلت ولا ما نزلتش؟ نزلت. جبتي حاجه واحده زي ما قلتي لي ولا جبتي 4 5 حاجات؟ جبت حاجتين. نهار اسود. هوريها لكم. خاتم احمر، لا خاتمين احمر، اسوره حمراء، ايه، خاتم ازرق، خاتم احمر، واسوره بالخاتم بتاعه. يعني مش حاجتين والله، يعني 3 حاجات. 3 حاجات. لا طب بذمتك في محل بقى كان فوقيه واحنا نازلين عدينا عليه بالصدفه ما جبتيش منه؟ والله العظيم ما جبت منه حاجه. انت وصاحبتك قبلها بكام يوم ما كنتش جايبه منه؟ انهي جبت منه خاتم؟ يعني بقى 4 حاجات. 4 حاجات. نزلنا وسط البلد بعدها باسبوع. اقسم بالله ما جبت حاجه. لا صلي على النبي بقى، صلي. ما تقسميش بالله، استغفري ربنا الاول. لا قولي بس. استغفري ربنا الاول. ما جبتش حاجه. يا بنت كنا ساعتها في المول انا وانت وبابا وخالتك ما جبتش حاجه وحياه ربنا. ده بجيب الشبشب اقسم بالله. خالتها شاهده وجوز خالتها شاهد. دخلنا المحل اللي جبت انا منه الحزام، اللي البنت قالت بسرعه يا جماعه عشان بنقفل. ايوه ماشي. ها لا ده انا رجلت. ما بس ما تعتبرش حاجات. يعني جبت منها كام حاجه المحل ده؟ اولا دي من محلات انا سالت سؤال. انا مش عايزه حاجه تاني. انت جبتي حاجه واحده، جبتي بقى كام حاجه؟ ده كده مش نقاش. محل المول جبتي منه كام؟ انا بس عايزه اقنعهم بحاجه. فلوسي وانا حره. لا ده مبدئيا يا بنت لا تتفرسي، يعني انت حره وانا بديها لك عشان تبوظيها. طب ثانيه، ابوظها ليه؟ ما هشتري بيها ايه؟ يعني ايه اللي ممكن اشتري بيها وانا مش عايزه حاجه تتاكل، مش عايزه حاجه تخلص بمعنى اصح، حاجه البسها. فين المشكله؟ ما تلبسيها. ما انا قلت لك استني ما ننزل شارع المعز هجيب لك حاجات. لا انا بقى في حاجات عجباني انا عاوزه اشتريها، مش لازم من شارع المعز يا حبيبتي. اللي يخليكي تحطي 100 و200 في اكسسوار، طب ما تزودي شويه. انتوا ما شفتوش ونجيب فضه. ثانيه بس، انا عاجبني. ما شفتوش. عاجبني ربنا بجد عاجبني. انا سالتك سؤال وانت ما جاوبتيش عليه قدام الناس. المحل اللي في المول جبتي منه كام قطعه اللي كان بعد الاولاني باسبوع؟ 2. لحد دلوقتي احنا عادين كام قطعه؟ فين انا برضه مش فاهمه المشكله. تبقى نهايه العالم يعني مثلا؟ مش فاهمه. طب ما اجيب اللي انا عاوزاه. هي فلوس يا بنتي في الارض، ما حرام؟ ما هي فلوس الحاجه غلا يا بنتي. مفيش حاجه اسمها انا حره. ليه؟ عشان انت قاعده معانا في البيت. بس فلوس انا. مفيش حاجه اسمها فلوس جبتيها منين؟ اشتغلتي وجبتيها ان شاء الله. فلوسي العاديه انتوا اديتهاني بمزاجكم يبقى بتاعتي. اديتها بمزاجكم. ما اللي بيشحت بياخد الفلوس بمزاجنا بقى. بص هي فلوسك وانت بتشتغلي معانا طالبه، واحنا متفقين على كده صح؟ انا دي مش مشكلتي دلوقتي. انا مشكلتي ما تبعطريش الفلوس. خد من التل يختل. يعني لو معاكي 500 جنيه وصرفتي منهم 300 جنيه في هبل، طب انت هتبقى معاكي 200 جنيه. هبل ايه؟ الحاجه دي بالنسبه لي مش هبل، مش عشان هي مش مهمه بالنسبه لحضرتك تبقى هبل بالنسبه لي او بالنسبه لك. هي بالنسبه لي حاجات مهمه. عادي الاسباب بتختلف. اقول لهم حاجه بالله عليكم ما تتريقوا عليا عشان لسه صبغه شعري والصبغه نطورت على قرطي. بالله عليكم عشان اللي هتتريق اجيبها من شعرها. طيب كملي. هو لازم الحاجه دي تبقى مهمه بالنسبه لك عشان يبقى ليها لازمه؟ بجد؟ لا ليه؟ لا
لا خلاص. طب امال فين المشكله؟ حاجه ميرسي. مهمه بالنسبه لي انا. انت رحتي جبتي قصص وغاليه وقلت مش قصه، مشكله. هي قصه، كنت جبتيها من هي- على النت. هي قريها. قصه، طب انت هي قصه واحده. اقول لك جبتي قصص وجبتي هي كشاكيل قصة. كده كبيره، السلك اللي قبلها اللي كانت غاليه بالاقلام دي، وقعدت إيه ده؟ تقولي لي اكتب فيها مذكراتي انا وصاحباتي. ثاني بس، ده من 3 سنين قسما بالله العظيم، ده من ثالثه اعدادي والمصحف، من غير حلفان. والله من ثالثه اعدادي. بلاش مصحف دي، طب استغفر انا ربنا. فاكره. طب بلاش المصحف. استغفر الله العظيم، بس انا فاكره استغفر إنه الله من تالتة العظيم. اعدادي، انه من ثالثه اعدادي. طب ما دي حاجات غاليه يا بنتي، ما حرام. من ثالثه اعدادي. انا دلوقتي في في ثانيه ثانوي، انا دلوقتي داخله ثالثه خلاص. انت فقدتي الذاكره حتى مش عارفه انا دلوقتي داخله ثالثه ثانوي. يعني ماشي ليا عندك واحده، انا اتكلمت على الكشاكيل وانت قلتي غلط على البتاع، صح على الاكسسوار، صح. معلش بس بالراحه، انا دلوقتي برضه مش فاهمه فين المشكله، برضه والله العظيم لحد دلوقتي بجد مش فاهمه فين المشكله. يا بنتي طب انا هتكلم. هو البتاع هو عشان من شيء ان خلاص يعني من الكوكب الاخر، عشان عجباني مش عشان من شيء. البتاع فيها عشان خيط. لو على الرصيف لو خيط. عجباني كده طب هشتريها. ممكن اتكلم. خيطه خيش، اقسم فيها بالله. حجر طبيعي. ايوه اسمه ايه حجر. الحجر الطبيعي؟ عقيق. في عقيق ب 100 جنيه. اصلا مش ب 100 جنيه، بكام؟ 150. والله حلوه. اصل بص، بس شفتوا الزعله؟ مش ب 100 جنيه امال بكام؟ هم 3 مع بعض، هم 3 سلاسل مع بعض. ايوه، وممكن كل واحده تتلبس، اقسم بالله الثلاث ممكن سلاسل كل واحده دول. تتلبس لوحدها. طب اديني 50 جنيه التلاتة وانا هعمل لك التالت 150. على عقيق. يا بنت دي حته زلطه في الشارع مكسوره وبنت ملوناها. هاتيها لي. طيب الزلطة؟ هاتيها. منين؟ يعني ايه منين؟ وانا هنزل ادور على الزلطه؟ انت عايزه هي بقى دورت وتعبت واجتهدت، اشتري بقى منها. طب اتكلموا انت. انا مش فاهمه بجد فين المشكله. طب والحاجات الجديده دي هتوديها فين؟ بتاعتي هلبسها برضو، امتى؟ هشيلها ذكرى، وانت- هورثها لابنائي. هتورثيها لا. اه. مش فاهمه بجد فين المشكله. طب مش انا مديكي حاجات معلش انا عجباني دي. مش بتلبسهاش ليه؟ يعني ايه ما بلبسهاش؟ الحاجات اللي اديتها لك انت ما بتلبسهاش؟ بسألك سؤال. اسالك سؤال. سؤال. كل الانتيكات اللي جايباها دي ودافعه فيها فلوس، ايه لازمتها؟ فلوس هي دي ايه بتزيد. لازمتها؟ لا ثانيه، ايه لازمتها؟ بتعمل ايه في الحياه؟ الانتيكات. امم انا هحكي لهم في مره قصه الانتيكات دي جت ازاي يعني. مين انا بحبها عادي، ممكن اشتري انتيكات برضو يعني ضايع فيها فلوس عادي، ما عنديش مشكله، بس نفس المبدا عادي. هي انتيكات مش بتعمل بيها اي حاجه اصلا، تقوليش كده. ملهاش لازمه. ما تتكلميش عليهم كلمه. ماشي، انا إيه بتكلم في الأنتيكات؟ حته ان هي نفس المبدا. لا انا بحب الانتيكات على فكره اصلا، بس انا بتكلم انه نفس المبدا. وشاريه كتير، وفي حاجات كمان مكسوره وحطها في النيش. فين في المشكله؟ صندوق تحت السرير شايلاه. ايوه، فين بقى المشكله؟ لما تتجوزي تحتاجي قطعه ولا حاجه. حاجات بتحبيها فبتحبي عادي تصرفي عليها، حاجات بتحبيها. ايوه بس جبتها امم يعني جبتها لاهداف. ايه بقى الاهداف؟ انا هعملها. ما انا فيجن كمان واحد. جايبه السلسله الهدف. هذا انا حاساها بتمثلني، الشخصيه السلسله دي انا حاساها بتمثلني. وفي حجر عتيق نورسين ب 100 جنيه. مش فارقه بقى، عاجبني ان شاء الله لو مش عتيق، هو اصلا عقيق مش عتيق. عقوق الوالدين. انا عارفه اسمه ايه. ان شاء الله لو حجره عتيق. ان شاء الله كده لو طوبه من الشارع وجايباها ملوناها فعلا عجباني. مش فاهمه فين المشكله، عجباني. خلصتي كده ولا خلصت؟ خلصت. بصي يا بنت مازن، انت عارفه بعد ما بقول لك يا بنت مازن بقولها لك امتى؟ طب احنا هنتفق لو هم قالوا في الكومنتات ان ده حاجه طبيعيه وايه المشكله لما تشتري وترمي الفلوس في الارض، اتفقنا ولا لا؟ كم كومنت وتجيبيها؟ يعني كم كومنت؟ نتكلم اشوف بس راي الناس، يمكن انا لوحدي برضه مش فاهمه. انا دلوقتي حاجه عجباني انا، ممكن ما تعجبش غيري. انا اقسم هشد في شعري. شدي يا حبيبتي، شدي خليه يقع، نعالجه من هنا وانت توقعيه. والله مش بهزر بجد، حاجه عجباني ممكن ما تعجبش غيري، حد غيري ممكن يشوف ان الحاجه دي هو ما يضيعش فيها فلوس، بس انا عادي، انا ضيع ما عنديش مشكله عشان حاجه بتهمني، حاجه عجباني. زي ما حضرتك مضيعه فلوسك في الانتيكات. خرب بيت حضرتك على زفت حضرتك، كان يوم ما هبل. اصل هقول لك على حاجه، دي قصاد دي عشان هو دافع دي قصاد دي عشان نفس المبدا. بس ها وبعدين خلاص انا هضطر اقفل، انا مش لاقي كلام اقول. انت ما اقنعتنيش. بالعكس انا كلامي مقنع وحياه ربنا منطقي، على الاقل منطقي، على الاقل ليه اسبابي، مش غاليه وهتضيع فيها فلوسك. طب ما حضرتك مضيعه فلوسك.
عارفه